السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في هذا الفيديو البنات غنقدم لكم واحد الوصفة اللي دايرة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وصفة غزالة بزاف. أنا شخصيا جربتها. هذه الوصفة هذه هي وصفة سحب صباغة الشعر بمكون طبيعي موجود في كل بيت مغربي. هذا المكون هذا هو الصابون البلدي. إذا وبالنسبة للبنات اللي خارج الوطن، اللي ما عندهمش اللي ما توفرش عندهم هاد الصابون البلدي، راه ولا موجود، يعني ولا موجود صابون مغربي، راه ولا موجود في جميع البلدان العربية. وبالنسبة للبنات اللي في أوروبا، راه ممكن أنكم يعني يصيفطوا لكم شي حد من المغرب. إذا هاد الوصفة هادي كما قلت لكم راه مجربة وفعالة. إذا تبعوا معايا الفيديو الأخير، وإن شاء الله غادي تشكروني على هاد الوصفة. أنا قلت لكم هاد الوصفة راه مشهورة بزاف، وبزاف الناس استعملوها ولقاو نتيجة زوينة. أنا اليوم بغيت نقدمها بالنسبة للبنات اللي باقي ما تعرفوش على هاد الوصفة وباقي ما استعملوهاش. اذا قبل ما نبدا الفيديو كنتمنى البنات اللي يلاه كيشوفوا جداد، اللي يلاه شافوا القناه ديالي، يديروا لي اشتراك ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد ان شاء الله. وبالنسبه للبنات اللي ديما معايا وكيشجعوني، كنشكركم بزاف بزاف بزاف. اذا نبداو على بركه الله. اذا الوصفه هذه غادي نحتاجو فيها كما كتشوفوا الصابون البلدي. انا صراحه ما عنديش صابون البلدي طبيعي، انا عندي بالاعشاب حتى هو صالح. عندي هنايا بالاعشاب الطبيعيه. المهم انه صابون بلدي. وغنحتاجو عصير الليمونه. ممكن انك تعوضي عصير الليمونه بخل التفاح، بجوجهم كيعطيو نفس النتيجه، بحال عصير الليمون بحال خل التفاح. انا كنفضل دائما في الوصفه هذه انا كنستعمل عصير الليمون وكيعطيني نتيجه زوينه. اذا غادي ناخذ تقريبا طريقه، غناخذ تقريبا 2 معالق من الصابون البلدي. كما كتشوفوا غناخذ 2 معالق من الصابون البلدي، وغنضيف عليه عصير ليمونه، تقريبا ملعقه كبيره من عصير الليمون. وغادي نخلطوا المكونات جيدا، غنخلطوهم مزيان حتى تجانس ليا المكونات. طريقة الاستعمال البنات راه سهلة بزاف. غتاخدي الشعر ديالك المصبوغ، وغادي وما تبليش، يعني ما تبليش بالماء، وغتبقاي تاخدي كمية من الصابون البلدي وديريه على الشعر ديالك خصلة خصلة. يعني غتاخدي شوية من الشعر ديالك وتجبديه مزيان بالصابون البلدي حتى تكملي الشعر ديالك كامل من الجذور للأطراف. تاخدي واحد المشط كما كتشوفوا دابا مشطه، كما كتشوفوا انا وريتها لكم دابا في الصوره. غادي تاخدوها وتمشطوا بها الشعر ديالكم مزيان باش هذاك الصابون البلدي يتغلغل لكم في الشعر ديالكم مزيان. ثم غتاخدي واحد الكيس بلاستيكي وتغطي به الشعر ديالك لمده تقريبا من نصف ساعه الى ساعه، وعاد تغسلي الشعر ديالك. وحاجة أخرى البنات، بالنسبة للبنات اللي صابغين شعرهم غير مرة وحدة، يعني أول مرة صبغوا شعرهم باللون الأسود وبغاو يسحبوا داك اللون باش يديروا اللون البني ولا اللون الأشقر ولا حتى ليماش، راه حتى ليماش ملي غديري هاد الوصفة هادي حتى ليماش غيجيوك زوينين على الشعر ديالك. إذا بالنسبة للبنات اللي صابغين شعرهم غير مرة وحدة، ممكن أنها تبان لكم النتيجة في أسبوع واحد، يعني ملي غديري مرة وحدة غتبان لك النتيجة. البنات اللي صابغين شعرهم بزاف ديال المرات، غادي تديروا المرة الأولى، الأسبوع الأول ديروا مرة واحدة، غديروا الأسبوع الثاني كذلك، الأسبوع الثاني المرة الثانية، ديروا الأسبوع الثالث والأسبوع الرابع. النتيجة كتبان بين الأسبوع الثالث والرابع. إذا داوموا على هذه الوصفة تقريبا لمدة 3 أسابيع إلى 4 أسابيع مرة واحدة في الأسبوع، وديك الساعة البنات صبغوا شعركم باللون اللي بغيتو، غادي تعطيكم واحد النتيجة زوينة. كنتمنى البنات هاد الوصفة اللي مازال ما عرفهاش يجربها، وخليو لي التعليق الزوينة ديالكم. وإن شاء الله إلى وصفة قادمة إن شاء الله. راه إن شاء الله الفيديو القادم غنعطيكم واحد الوصفة غزالة غزالة بزاف حتى هي خاصة بالشعر. إذا نتمنى هاد الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش بالتعاليق ديالكم زوينة وباللايك، والبنات جداد يديروا اشتراك ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد. وإلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.